طرد مشجعة من المدرجات عملت حركة غريبة كانت هتتسبب في كارثة. حركة غريبة عملتها مشجعة أجنبية في مباراة سويسرا وصربيا كانت هتتسبب في معركة بين الجماهير لولا تدخل الأمن في الملعب قبل ما يحصل كارثة. وطرد الأمن المشجعة من المدرجات، واللي عملت حركة غريبة بإيدها اسمها حركة النسر، واللي بتشيل الخلافات بين ألمانيا وصربيا. وتعتبر الحركة رمز لدولة ألبانيا، وهدفها إشعال الغضب بين جماهير صربيا الموجودين في المدرجات، وده اللي خلى الأمن في الملعب يتدخل بسرعة ويخرج المشجعة بره الملعب قبل ما يحصل معركة في المدرجات بين جماهير سويسرا وصربيا. وبيتعمد مشجعين سويسرا خلال مبارياتهم أمام منتخب صربيا إظهار دعمهم لدولة ألبانيا بسبب الخلافات بينها وبين صربيا. وكان في حادث مماثل أثار الجدل في مونديال 2018، واللي في وقتها فتح الاتحاد الدولي لكرة القدم تحقيق في الواقعة، ونجح منتخب سويسرا في تحقيق الفوز على صربيا بنتيجة 3-2 وتأهل لدور ال 16 من بطولة كأس العالم قطر 2022.